السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم راح اسوي وياكم كاهل عراقي من عجين الجاسة بطريقة سهلة وكلش طيبة. اغلب الاماكن ما متوفر بيها الافران، بس نقدر ناخذ من هاي العجينة نسويها بالبيت. طريقتها سهلة وكلش طيبة، ما تاخذ وقت، تقريبا اقل من 20 دقيقة يجهز. هنا هاي العجينة جبتها من المول، متوفرة بالمولات مال كركوكة، هنا دايما متوفرة اجيب. سعرها تقريبا لو 1000 ربع لو 1400، وبيها 5 قطع. تقدرون تخلونها كامل، تقدرون تقطعونها، أنا أقطعها، أفضل أقطعها يطلع شكلها أحلى. ورا ما تستوي بعد ما أقطعها خليت الصينية ورق الزبدة، وشغلت الفرن درجة الحرارة خليتها 200، شغلتها من الأعلى والأسفل حتى تحمل فرن أو الأوفن. ونقدر نسوي فطاير من هاي العجينة أو البقلاوة أو أي شي تقدرون تسوون بيها، مو بس شرط هاي الكاهي، نقدر نسوي بيها باقي الشغلات هم. نقطعها كلها ورا ما أكمل أدخلها للفرن، ونحضر الشيرة أو القطر. ما تاخذ وقت، تقريبا بالفرن أخذت 17 دقيقة أو حسب نوعية الفرن. هنا البقية قطعتها بهاي الشكل، وشوية أدهنها بالفرشة أو خليت شوية زيت أو الدهن أي شي متوفرة بالبيت، بالفرشة مسحة خفيفة حتى يصير بيها لمعة، ورا ما تستوي يصير بيها لمعة. أدخلها للفرن رف الوسط. وهنا راح أحضر الشيرة أو القطر، خليت كوب من السكر وكوب وربع مي خليت، وأخلي وياها رشة من الليمون دوزي حتى ما يتشكر. وعندي هنا أنا زعفران، خليت رشة خفيفة من الزعفران حسب الرغبة، ايش نكهة تحبون تقدرون تخلون. زعفران هم ينطيها نكهة، هم ينطيها لون الأصفر خفيف. وأخليها على النار بس يبدي يغلي، أنصيه 5 دقائق وأطفيها. هنا حضرت الشاي هم، هاي ورا 10 دقائق، شوفوها شلون نفشت. باقيلها بعد شوية حتى تاخذ لون. هنا استوى، تقريبا أخذت 15 دقيقة إلى 17 دقيقة بالفرن حسب نوعية الفرن مع المراقبة. هاي شكلها حلو، طعمها هم كلش طيب. بنات جربوها، ألف عافية اللي يجربها. خليها بطبق التقديم، تقدرون تقدمونها ويا القشطة أو القيمر، بس احنا بالبيت ما ياكلون القيمر، فخليها بدون قيمر. ويا القيمر طيب يصير أطيب يصير، بس احنا بالبيت جهالي أبد ما ياكلون القيمر، ما يحبونها. ما شاء الله صارت كمية. وأخلي لها الشيرة أو القطر، كمية الشيرة حسب الرغبة، حسب ايش قد تحبون حالاتها. أنا خليت تقريبا نص الكمية الشيرة. وهاي الشكل النهائي للوصفة اليوم. جربوها بنات وألف عافية اللي يجربها. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل فيديو ينشرها جديد. انتظروني فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.